كتاب صوتي، قصص أولمبية لم يرويها أحد. للمؤلف محمد الشريف. الألعاب الأولمبية تنتهك حقوق العمال الآسيويين. هذه الحكاية ستأخذنا في سفرة مكوكية سريعة من عاصمة الضباب لندن بمناسبة أولمبياد 2012 إلى دوحة قطر خلال مونديال كرة القدم 2022، مرورا بذات العمالة الآسيوية الرخيصة وانتهاك حقوقها وتكريس العبودية الجديدة، تهمة وجهها عدد من الصحفيين لدولة قطر خلال تشييدها للبنية التحتية والملاعب التي احتضنت البطولة. وحاولت دولة قطر دفع هذه الاتهامات طيلة 12 عاما منذ 2010 عندما كشفت الفيفا عن اسم البلد الذي سيستضيف المونديال عام 2022. قدمت الحكومة القطرية كل الأدلة على حسن المعاملة للعمال والرواتب المجزية التي تؤمن حياة كريمة لآلاف العائلات في مختلف البلدان التي جاءوا منها، وأصروا على تلك الاتهامات وشهروا بها في الإعلام العالمي بدون وجه حق. وقد فند حسن التنظيم والاستقبال والإقامة في الدوحة كلما حاول إثباته الإعلام الغربي المتكبر الذي استكثر وحسد هذه الدولة الصغيرة في الحجم وعدد السكان أن تستضيف أكبر حدث رياضي في العالم وتبهر العالم بالإنجاز المعجز. وبريطانيا واحدة من البلدان التي قادت الحملات الإعلامية، لا يمكنها أن تنسى منذ نحو 10 سنوات من تاريخ أولمبياد لندن عندما تفجرت فضيحة عمال مصانع الملابس الرياضية للألعاب الأولمبية في الدول الآسيوية وانتهكت حقوقهم وسطت على الجهد والعرق. فكشفت حملة اللعب الأولمبي النظيف Play Fair at the Olympics عن الظروف الشاقة لعمال مصانع العلامات الرياضية المعروفة والأكثر انتشاراً في العالم، ومنها علامات بريطانية تشغل العمال في ظروف شاقة في مصانعها بسريلانكا والصين والفلبين لتجهيز الملابس الرسمية لأولمبياد لندن 2012. تحدثت هذه التقارير الصحفية عن مجموعة من الانتهاكات لحقوق العمال، من ساعات عمل إضافية تتجاوز الحد الأعلى القانوني إجباراً، وتشغيل الأطفال، وعدم تزويد العمال بأقنعة واقية من الغبار. ومن يتحدث عن تحسين ظروف العمل يطرد فوراً. وقد وثقت النقابات البريطانية كل الانتهاكات واعترف بها رئيس اللجنة المنظمة. كتاب صوتي، قصص أولمبية لم يرويها أحد. للمؤلف محمد الشريف.